مرحبا رمضان. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعنا فيديو جديد من قناة دراما تي، واليوم الموضوع نتكلم على مسلسل عنتر وليلى بطولة الفنان أحمد وحيد اللي صار ترند في خط أحمر ب5 مواسم. رجع لكم أحمد وحيد بمسلسل عنتر وليلى. أعتقد يا شباب شخصيات تاريخية راح تصير بهذا زمان، إنه شخصية أحمد وحيد عنتر إنه راح يتلائم ويا المجتمع مالنا حاليا، وراح تكون الشخصية تاريخية. فهمتوا الفكرة يا شباب؟ يعني مثل ما أقول شباب مسلسل كوميدي تاريخي، إنه حاليا ما اعرف يعني صح تصير خبطه، وراح نشوفه وراح نحكم عليه. احنا اي مسلسل شباب ينزل اول حلقه ما نحكم عليه، الثاني والثالث والرابع ما نحكم عليه، وان شاء الله راح يعجبكم وراح يعجب حتى الدول العربيه. هسه تبون تقولون ايش طفرت الدول العربيه؟ شباب عنتر وليلى هي معروفه، هذا الاسم معروف ترى، حتى الدول العربيه تعرف، في شيء اكيد راح يوصل لهم. وان شاء الله ما بقى على رمضان الا القليل، ونشوف الاجواء الرمضانيه وياكم. مثل ما قلت لكم انتظروا اعلان مسلسل بيت الطين قريبا راح ينزل بقرة. ولهنا يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله عجبكم. ان شاء الله راح انزل لكم هواي تفاصيل عن المسلسلات، بس بعد ما اعرف راح انزل اعلانات لان رمضان غرب وما بالوقت. وان شاء الله شباب ما راح اقصر وياكم اشياء تخص شهر رمضان المبارك. كان اخوكم عباس شهاب، مع السلامة. مرحبا رمضان.